إزاي تحول نظام أوبونتو من كده لكده؟ تابع الشرح. أول حاجة صديقي العزيز، هناخد نسخة احتياطية من النظام عشان لو حبينا نرجع للوضع الأساسي. ده أمر تثبيت برنامج تايمز شيت اللي هنعمل بيه الخطوة دي، وطبعا هسيب لك كل الأوامر مترتبة في ملف في الوصف. بعد كده هنفتح البرنامج، نكتب الباسورد ونختار RSYNC. بعد كده هتسيبه يحمل وتختار البارتيشن أو الهارد اللي هتحط فيه النسخة. اختار انت عايز البرنامج يعمل نسخة احتياطية تلقائي كل قد ايه. بعدين اضغط نيكست فينيش. بعد كده اضغط على كريكيت وسيبه يحمل براحته. كده أخدنا النسخة بتاعتنا. ننتقل على الخطوة الجديدة. قبل ما نبدأ في الجد هنحدث النظام، ولو في أداة مش متحملة هنحملها. بعد كده هندخل في الجد، هنحمل برنامج جي يو اي من اضافات جينوم عشان نتحكم في الخطوط والايقونات والسيمات. دلوقتي جه الوقت اللي هنخلي فيه الشريط الجانبي يبقى اسفل الشاشه، ولو الامر ده مشتغلش عندك مش مشكله، سبتلك لينك هتدخل عليه وتدوس انستول هيشتغل فورا. دلوقتي هنحمل الثيمات والايقونات، هنعمل ملف مؤقت اسمه سي دي. بعدين هننزل وايت سور، ده ثيم يشبه الماك. بعد كده ننزل ايقونات ماك موجافي. اهم حاجه تتاكد انك بتنسخ الاوامر صح من الملف اللي هيسيهولك. بعد ما حملنا وايت سور وماك موجاف هنبتدي نغير النوافذ والتطبيقات لوايت سور. بعد كده نغير الايقونات لام سي موجا 5، وبرضه نغير ثيم الشريط العلوي لوايت سور. واخيرا هنخلي زرار النوافذ على اليسار. بعد كده نبتدي في تثبيت الخطوط ونغير الخط الاساسي للنظام لنوتو سنس. ندخل على السيرش ونكتب تويكس، نختار appearance applications white sir. بعد كده نيجي على الخلفية، هتدخل على اللينك وبعد كده تختار اللي انت عايزه تحملها، وبعد كده set as background. آخر حاجة في الفيديو تثبيت وتطبيق أيقونات الماك. هتنسخ برضو الأوامر زي باقي الفيديو، ومتقلقش مرتبلك الأوامر بنفس ترتيب الفيديو بالظبط وسايب الملف في الوصف. تيجي على السيرش تاني وتجيب تويكس appearance icon white sir وبس. بفضل الله خلصنا، وده الشكل النهائي للنظام. متنساش بقى اللايك والاشتراك، ولو في أي سؤال أنا موجود في التعليقات. سلام.